السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم تبلتيكي أبو حميد، واليوم رح نحكي كالعادة عن ما حدث امبارح. يلي صار شي مو طبيعي، يلي صار شي لا يتحمله العقل. شو اللي صار؟ يلا نحكي هلا. أولا، المغرب تتغلب على كندا لتتصدر المجموعة لتصبح المركز الأول. على مين؟ على كرواتيا وبلجيكا. يا سلام، فخر والله، فخر والله، كفو والله، كنتوا فعلا أقوياء أشداء واستطعتم واستحقيتم الصدارة. بالبداية المغرب لعبت بضغط عالي، لعبت بأنه أنا بدي اهجم، أنا خلص بدي فوز اليوم، ما بتهمني مباراة كرواتيا وبلجيكا. أنا اليوم بدي انتصر، بدي اهجم، بدي اضغط، وفعلا ضغطت. ومن الضغط هذا الحارس تبع كندا لعب طابة غلط، وزياش من لمسة واحدة بروعة حطها بالجول. اما بعدين فشفنا الكندا حاولت تهجم، ولكن بلجيكا ردت ضغطت واعتمدت على الطابات الطويله، واللي اجى من الجول الثاني. الطابه الطويله كانت من اشرف حكيم. بسرعه النصيري استطاع تسجيل الهدف الثاني ليعمق جراح المنتخب الكندي. على المنتخب الكندي ضغط، رجع حاول يعمل ردة فعل، ومن ردة فعل هي اجى الهدف الاول للمنتخب الكندي، ولكن باقدام مغربيه عن طريق نايف اجرت. الشوط الثاني المغرب تراجعت، حاولت تحافظ على النتيجة مع مرتدات سريعة ولمسات قليلة جدا لتصل إلى المرمى واستبسال في الدفاع أيضا. وكندا حاولت، هجمت، ضغطت، ولكن للأسف باءت محاولتها بالفشل، لأن الدفاع المغربي كان صلب، الدفاع المغربي كان لا يشق له غبار. وعلى الجهة المقابلة بلجيكا تودع، بلجيكا تخرج من كأس العالم من دور المجموعات. وبصراحة كان متوقع من بداية البطولة، يعني المباراة الأولى مرقت معك مع كندا ومشي الحال. كان لازم يكون في تغييرات. أول تغيير كان لازم يكون إنه ما تنزل إيدن هازارد. إيدن هازارد يفتقد رتم المباريات، يفتقد إنه عم يلعب ضد خصوم أقوياء هون، فأنت تنزله وتعتمد عليه وتعطيه ثقة مبالغة فيه أكثر من لازم. صراحة هي اللي ضرتك، هي واحد. اثنين، إنك اعتمدت على أسماء مثل إيدن هازارد. شلون يعني أسماء مثل إيدن هازارد؟ يعني أسماء القديمة، أنت ما جددت بالمنتخب. مثل ما حكينا أول بطولة، ألدرفايرلد، فيرتونخين، تيليمانس وفيتسل، يعني هي تقريبا نفس الاسماء اللي لعبت 2018، بس الاختلاف انه هدول مستوى هدول مستوى. كلتهم استثناء هن اشباح ل 2018. عدا دي بروين اللي هو المفروض جاي بنسخه قويه، كان دي بروين عم يلعب مع السيتي، عم يؤدي مستوى حلو، ولكن حتى وقت اجى على كاس العالم ضاع مع الضايعين كلهم. هذا الطبيعي، انت شو متوقع؟ انت اعتمدت على اسماء صراحه كان لازم تجدد فيها اكثر، والشباب ما اعتمدت عليهم. تروسارد، تورغان هازارد، ديكتلاري لاعب الوسط، في اسماء عديده. دوكو، حتى الجناح دوكو اللي هو سريع ولاعيب ما اعتمدت عليه. فهي اسباب كلها ودت لبلجيكا انه تطلع من البطوله. كان دفاعها سيء، وسطها ما عم يتحكم كثير برتم المباريات، هجومها غير نافع ابدا، بصراحه ما كان ابدا بالمستوى المطلوب. هي اسباب اودت ببلجيكا الى الهاويه، واودت بروبرتو مارتينيز إلى خارج أسوار المنتخب البلجيكي. كرواتيا الفريق المتوازن، كرواتيا اللي متوازنة على جميع الخطوط. صراحة منتخب فعلا يحترم، منتخب يخشى منه في الأدوار المتقدمة. في عنده انسجام كبير مثل ما حكينا، في عنده أيضا نجاعة بالهجوم وقوة بالدفاع، يعني لاعبينهم فعلا بيأدوا على أعلى مستوى. وكرواتيا فعلا استحقت هي التأهل، ولكن شو بدك تساوي يا كرواتيا؟ المنتخب المغربي ساواها وتصدر عليك المجموعة. ولكن من ستواجه كرواتيا في الدور القادم؟ كرواتيا حتواجه اليابان. اليابان كرواتيا اجت ثاني، اليابان اول. نعم اليابان اول، نعم اليابان انتصرت على اسبانيا. الساموراي الياباني يتصدر على اسبانيا والمانيا. الكمبيوتر الياباني هكر الكل، هكر المانيا وهكر اسبانيا واطاح بهم. لهيك شكرا منتخب اليابان، فعلا قدمتوا مستوى عالي وانتم بتستحقوا التأهل. بس أنا سؤال، انتوا فزتوا على اسبانيا وفزتوا على المانيا، انتوا كيف خسرتوا من كوستاريكا؟ بس فهمني كيف خسرتوا من كوستاريكا. هلا هكرتوا اسبانيا والمانيا وكوستاريكا ما قدرتوا تهكروها. انا بعرف السبب، تعرف شو السبب؟ هن عم يصايرونا بصراحه، هن هيك ما حبوا يعني انه دغري تاهلوا، هيك دغري نحن تاهلنا وفزنا على كوستاريكا، لا نخسر بعدين هيك نعمل لك سسبنس، هيك شيء حلو. فعلا عملتي اجواء حلوه، اللي هي انه انت خليتي اسبانيا تطلع من برا البطوله هيك لفتره 15 دقائق. كيف؟ كوستاريكا كانت فايزه واليابان كانت فايزه، واسبانيا والمانيا برا البطوله. اللي صار امبارح شيء مو طبيعي، اللي صار امبارح شيء لا يتحمله العقل. مثل ما ذكرنا
ليش؟ اسبانيا كانت فايزة بالشوط الاول متقدمة، فجأة اليابان قلبت النتيجة. المانيا نفس الشيء بالشوط الاول، وفجأة كوستاريكا قلبت النتيجة لفترة. هي الفترة شفنا المجموعة اليابان اولا، كوستاريكا ثانيا، اسبانيا ثالثا، والمانيا رابعا. اوف شو صار؟ بعد 10 دقائق طبعا ردت المانيا، عادت الكفة، عادت المانيا بنتيجة لتعيد اسبانيا بمركز الوصافة، المركز الثاني بالمجموعة. طب شو السبب انه اسبانيا خسرت؟ صراحة اسبانيا لعبت اداء مبشر بالشوط الاول، ولكن اداء خف مع تقدم الوقت. تقدمت اليابان، حاولوا يرجعوا، ولكن هن شافوا بصراحة انه انا ان طلعت اول رح اطلع قدام كرواتيا، وان طلعت ثاني رح اطلع قدام المغرب. يعني مواجهتين رح يكونوا مثل بعض، ولكن هل هذا السبب الوحيد؟ لا. اليابان هي اللي لعبت، اليابان هي اللي دافعت منيح. اسبانيا ما لقت الحلول، وبتحس لعيبتها انه خلاص نحن خسرنا ماشي الحال، يلا عادي متأهلين نحن. وكانوا معتمدين على نتيجة المانيا، وخصوصي انه المانيا كان بدها 6 جوال لتتأهل. هذا هو السبب، يعني ما عندي اسباب ثانيه. فقالت انه يلا ما دام المانيا مو فايزه فرق 6 يلا ممتاز، هذا الوضع كثير منيح. وعلى سيره المانيا فاجأتنا جميعا في هذه البطوله، كنا متوقعين احسن من هيك، ولكن هي اسباب، هي عوامل ادت لخروجها. اول عامل صراحه هو هانز فليك نفسه. السبب الاول انك تلعب دفاع متقدم، مساحات شاسعه كان في وراء، وبثلاث مدافعين، فصار في مهمة تواكل لكل واحد، كل واحد هيك يوكل الثاني، يلا لا انت امسكه انت امسكه. هي كلها اسباب ادت. التبديلات الغلط في المباراة الاولى ايضا امام اليابان ضيعت عليك انت اشياء كثيرة. يعني بدلت جوندوغان وبدلت موسيالا، خف الرتم. اليابان هجمت هجمتين لقت مساحات وسجلت. العامل الثالث اللي هو كمان ايضا تضييع الفرص. انت بثلاث مباريات ما حسمت، بالثلاث مباريات ما انهيت، بكل المباريات كنت ممكن تنتصر انت، ولكن ضيعت لحالك. كان في سوء انهاء واضح جدا جدا. وحتى انك تعتمد على مهاجم وهمي اللي هو كاي هافرتز غلط، وكان واضح مثل عين الشمس انه فولكلور لما سجل الهدف امام اسبانيا فرجاك انه انا اعتمد علي. واضح انه نزله قدام كوستاريكا، لا ما بنزله. وواضح كمان انه لما ساني نزل من على الدكه امام اسبانيا كمان ساني فرقت المباراه، حرك الفريق كله، لا بدي اعتمد على جنابري. هي كلها اسباب ادت لانه تخسر. هي اسباب تكتيكيه، اسباب داخل الملعب. طيب في اسباب خارج الملعب؟ طبعا في اسباب خارج الملعب، والسبب انك شغلت لاعبيك باشياء هن ما لهم فيها. انت صدق توجه رسائل متضمنه ورسائل خفيه، وهي الرسائل الخفيه خفتك عن المونديال. للاسف المانيا ثاني مونديال على التوالي تخرج من البطوله. يعني شوف انت قديش المان شافت والماكينات للاسف يعني طلعوا بلوشي. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. لا تنسونا من دعمكم ولايككم واشتراككم، والسلام عليكم ورحمه الله. كان معكم الدبل تيكي ابو حميد. Flow like water, so I'm going mainstream.